مفيش روبلوكس تاني في مصر. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر النهاردة إن لعبة روبلوكس هتتحجب في مصر بالكامل، وفي اللحظة دي بيتكلموا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علشان ينفذوا القرار. طب ليه أجهزة الدولة ممكن تمنع لعبة؟ أولا روبلوكس مش لعبة، هي منصة عليها ألعاب مختلفة، كل طفل يقدر يدخل ويعمل الأفاتار بتاعه فيها ألعاب كتير بقى. وهنا هي دي المشكلة، إن كتير من الألعاب دي بيكون فيها مشاهد وحشة جدًا، رعب ودم وحاجات مش مناسبة للأطفال تمامًا. ثانيًا إنك ممكن تدخل في rooms مع ناس غريبة أنت ما تعرفهمش أو ابنك بالأصح ما يعرفهمش، ويبدأ يتكلم معاهم في مواضيع أنت نفسك ما تعرفهاش. الطريقة اللي الألعاب engineered أو مصممة بيها إن هي تخلّيهم يدمنوا اللعبة دي بنظام بقى مكافآت، وإن هم بيلعبوا كلّهم مع بعض. كمان في إن هم يقدروا يشتروا ألعاب من خلال المنصة دي، فساعات كتير جدًا بيتنصب عليهم. الفترة اللي فاتت في مسلسل مصري ناقش القضية دي اسمه لعبة وقلبت بجد. ومن خلال المسلسل ده قدرنا نشوف بُعد واحد من الأبعاد السيئة جدًا اللي ممكن تكون موجودة للمنصة دي، وهو إن في شخص انتحل شخصية طفل ودخل يتكلم مع طفلة في chatting room وهي ما كانتش عارفة سنه الحقيقي. مصر مش أول دولة تاخد القرار ده، ده دول زي تركيا وروسيا وفلسطين والعراق خدوا نفس القرار، وفي دول تانية في الخليج العربي منعت شوية خصائص. بما إني قُلت الخبر عندي فأنا شايفة إنه good news، بس برضه حابة أسمع رأيكم في الcomments. شكرًا.